لا تتهاون الكاف بخصوص المنافسات الكبيرة التي تشرف على تنظيمها مثل بطولات إفريقيا للاعبين المحليين، حيث حصنتها بحزمة من اللوائح. وبعد التمثيليات السخيفة التي أداها فوزي القجع رئيس اتحاد الكرة المغربي ومن قبل صامويل إيتو في الهيئة الكاميرونية للعبة، والتي مفادها الضغط على الجزائر لتجسيد مطالب معينة أو الانسحاب من المنافسة، فإن لوائح الكاف واضحة لمن تستهويه عروض السيرك ومضمونها: انسحاب أي منتخب بعد سحب القرعة وقبل أكثر من 20 يوما عن انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، يجبر الكاف على إقصائه من الدورة وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار، ومنعه من حضور النسختين المواليتين من الشان، علما أن الجزائر تحتضن البطولة ما بين 13 من جانفي و4 من فيفري. انسحاب أي منتخب قبل أقل من 20 يوم عن انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين يجبر الكاف على إقصائه من الدورة وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 150 ألف دولار، ومنعه من حضور النسختين المواليتين من الشان. أي اتحاد كرة يرسل منتخبا آخر غير فريق المحليين يجبر الكاف على اتخاذ العقوبات المناسبة ضد هذا الاتحاد. وبهذا الصدد أوحى فوزي القجع مؤخرا إلى صحافة محمد السادس بأنه سيرسل إلى شان الجزائر منتخب الآمال أقل من 23 سنة بدلا من الفريق المحلي.